بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا وبرحب بيكم في قناتي أميرة الطبخ أسماء محروس. النهاردة اخترت لكم وصفة حاجة كده حلوة للتحلية. جميلة جدا. وبتتباع بره طبعا عندي الملكي بأسعار غالية، مش عارفة ليه مع ان هو مكوناته سهلة وفي كل بيت. زي ما انتوا شايفين هعمل لكم الرز بلبن. هنعمله سوا الرز بلبن الكريمي الجميل ابو وش مكرمش، حلو قوي، كله كريمة. وهقول لكم على كام تكة بسيطة كده تعملوها فيه. هتعملوه على طول في البيت، وفي خلال دقايق معدودة هتبقى عندكم أحلى وأطعم رز بلبن تعملوه. ادي المكونات. زي ما احنا شايفين كده انا معايا حوالي نص كوباية من الرز المصري العادي البلدي. معايا كيلو من اللبن الحليب. اللبن انا غلياه وحطاه في التلاجة زي ما انتوا شايفين، القشطة كده عايمة عليه. ده لبن كامل الدسم، هيفرق قوي في النتيجة. السكر حسب الرغبة، دي نص كوباية وممكن تزودوا. معايا 3 معالق كبار من اللبن البودر، 3 معالق كبار من النشا، معالق ممسوحة. ومعايا كمان كيس كريم شانتيه، ده اللي بياخد الوصفة في مكان تاني خالص. وانا جايبة الكريم شانتيه بطعم الكريمة اللباني، بيفرق قوي قوي في الطعم وحلو جدا. وكمان معايا عبوة من القشطة، تقدروا تستخدموا قشطة اللبن اللي بتبقى على وش اللبن او اي قشطة تحبوها. كمان معايا فانيليا، ودي كل المكونات. يلا بقى نبدأ بسم الله. في حلة على النار بتغلي، هضيف الرز. انا يا دوبك غسلت الرز وحطيته، هديله تقليبتين كده وبعدين هوطي عليه خالص لغاية الرز ما يستوي، وتبقى الرزة كده مهرية ومفشرة كمان، يعني خلاص تبقى اتهرت خالص. ذرة ملح بس بسيطة ونوطي النار عليه. الرز بقى لونه ابيض، الرز شرب المية كلها واستوى واتهرى خالص، شايفين؟ دي بقى المرحلة اللي احنا المفترض نوصل ليها. الرزاية استوت تماما. هديها تقليبة بسيطة كده. لازم الرز يوصل للمرحلة دي من السوى علشان يدينا نتيجة مظبوطة ويبقى الرز دايب كده. هنبدأ ننزل بقى واحدة واحدة كده باللبن الحليب. احسن حاجة للرز بلبن ان احنا نستخدم لبن الحليب كامل الدسم اللي بنشتريه من اللبان، احسن كتير قوي من اللبن اللي هو بيبقى بتاع الشركات. شايفين بقى القشطة نازلة منه ازاي كده؟ كل خير اللبن فيه، ده بيفرق قوي قوي في الطعم. هنبدأ بقى نقلب. انا عايزة الرز يكمل سواه كمان مع اللبن ده. اهو بدأ بقى الرز يشرب من اللبن. هقلب كويس قوي، انا مش عايزة الرز يكلكع مني. لازم افضل اقلب كويس علشان احصل على رز بلبن تكون نتيجته يدينا كده رز بلبن كريمي وجميل. ده اللي بيفرق على فكرة من الرز بلبن العادي، اللي نحس ان هو بنشي كده واحنا بناكله، مش بيبقى كريمي. ناخد بالنا. ودلوقتي هنضيف السكر. انا ضفت نص كوبايه من السكر وزودتها كمان معلقتين. انا مش بحب السكر الزياده في الحاجه. طبعا السكر والتحليه حسب الرغبه. وهبدا بقى اقلب السكر كويس قوي معاه. زي ما قلت موضوع التقليب ده مهم جدا. انا بقلب كده على نار هاديه، عايزه الرز يكمل سواه وهو شارب اللبن. يلا بقى نضيف له التكايه اللي هي هتفرق قوي قوي في طعم وشكل الرز بلبن. في بوله كده هحط اللبن البودر، النشا. على فكرة مش بكتر نشا لان الرز اساسا هو منشي وبينزل النشا بتاعه في الرز بلبن، فانا مش هكتر. هنحط بقى الكريم شانتيه، وزي ما قلت لكم انا جايبه العبوه دي بطعم الكريمه اللباني، بيبقى طعمها حلو قوي عن الكريم شانتيه العادي. هنديهم تقليبه كلهم سوا، وهدوبهم كده مع بعض، الخليط ده كله مع بعض كده بشويه ميه. انا ما دوبتهمش في لبن، لان انا حاطه لبن بودر. هنبدا بقى نقلب كل الخليط ده كده تمام. عايزه اقول لكم يا جماعه تحفه قوي، بيفرق جدا جدا الموضوع ده في الرز بلبن. ودي التكه اللي بيستخدمها الشركات اللي هي بتنتج رز بلبن، وبنروح نشتريه منهم بالغالي.
هننزل بقى بالخليط التحفة بتاعنا دوت على الحلة، اللبن البودر مع الكريم شانتيه مع النشا. تقليبة بقى بسيطة كده. زي ما قلت الرز بلبن اصلا بيبقى فيه النشا، فانا ما كترتش النشا. ودلوقتي هضيف الفانيليا، مجرد بس ما يغلي الخليط ويتماسك علشان النشا يستوي. خلاص يبقى كده انا عندي الخليط بقى تمام. بس قبل بقى المرحلة ديت، واخر حاجة هضيفها هي عبوة القشطة بتاعتي اللي انا هضيفها في الاخر. دي بقى بتخلي الرز بلبن ده عبارة عن كريمة، يعني لما تاكلوا الطبق كده ما تحسوش خالص انكم بتاكلوا رز بلبن، كأنكم بتاكلوا حاجة كده كريمة يعني. هنزل العبوة كلها. وزي ما قلت القشطة دي ممكن تبقى قشطة الشركات عادي او قشطة بلدي، او حتى القشطة اللي احنا بنلمها من على وش اللبن. هبدأ اقلب بقى. شايفين الحلة بقى كده الخليط اللي فيها لونه ابيض كده، وطبعا الريحة مش قادرة اوصف لكم. ريحة الفانيليا مع الخليط كله تحفة جدا. هنديها تقليبة بقى، ومجرد ما تظهر الفقاقيع او البابلز اللي بتظهر على الوش دي، معنى كده ان النشا استوى ونقدر تمام ان احنا ايه خلاص كده يبقى الرز بلبن بتاعنا استوى. اهو بدأ يعمل الفقاقيع اهوت، او بالبلدي كده يبقبق كده تمام استوى. مش هقعده اكتر من كده علشان انا مش عايزاه ينشي قوي ويبقى تقيل. الخليط ناعم قوي كده وخفيف زي ما انتوا شايفين. هديله تقليبة معايا. انا مش عايزة اتقل عليه قوي في النار. هو ده القوام المظبوط جدا، لانه لو نشف اكتر من كده، هو شايفين بقى وانا بغرف خفيف ازاي. لان هو اصلا لما بنصبه في الكاسات او الاطباق ويبرد بيبدأ يجمد معايا شوية كمان. هنديله تقليبة كده كويسة جدا، وانا كمان بغرفه هقلبه. شايفين بقى منظره عامل ازاي؟ ابيض وشكله جميل جدا. الاضافات مخلياه زي ما انتوا شايفين كريمي وحلو ازاي. القوام بتاعه قوام ممتاز، قوام يعني مدي للسيولة شوية. وده طبعا هو الكمية دي ما شاء الله رمت كتير يعني، بس ده شكل الأطباق اللي أنا غرفتها بس للتصوير، لكن هي طبعا مدية ضعف الكمية دي كمان. هسيبه بس يبرد شوية على الرخامة كده، علشان يبقى بدرجة حرارة المطبخ قبل ما ادخله للتلاجة. رائع بصراحة يا جماعة، حلو قوي، والوصفة دي سهلة جدا. يعني أسرع تحلية ممكن تحلوها بسرعة كده للولاد هي الرز بلبن بلا منافس يعني. وقبل ما احط الرز بلبن في التلاجة انا غطيته بالورق الاسترتش فيلم كده، او باي غطا عادي لازم نغطيه ونبيته في التلاجة. موضوع تغطية طبق الرز بلبن ده وهو في التلاجة، ده اللي بيخلي الوش بتاعه بيبقى مكرمش كده وطري، وفي شكل الكرمشة اللي احنا اصلا بنحبها قوي في اطباق الرز بلبن. لو دخلناه التلاجة من غير الورق، طبقة الوش كده هتاخد فيلم وتبقى ناشفة كده، تكون عليها طبقة فيلم ناشفة كده، مش هتديني الكرمشة. شايفين الطبق بقى وشه طري جدا، وده بسبب القشطة والكريم شانتيه اللي انا حطيتهم، وكمان بسبب لما غطيته. الوش بيكرمش لما الوش بيبقى طري، لما يبقى سطح طري كده ونغطيه يدوبك في التلاجة كام ساعة أو ليلة، هتبص تلاقوا وشه كده كرمش وبقى طري جدا، يعني شايفين والله العظيم زي ما يكون كريمة مش رز بلبن خالص. ده بقى اللي بيميز الرز بلبن بتاع المحلات او بتاع شركة الملكي كده بالتحديد، او بتاع يعني الشركات، عن رز اللبن البيت، ان هو بيبقى وشه طري كده زي القشطة، وكمان بيبقى مكرمش كده كرمشة لطيفة جدا. انا بقى هنا زينته بشوية جوز الهند، بس مش هزين الاطباق كلها لاني عايزة برضو ابين كرمشة وش الطبق. تقدروا تحطوا زبيب، انا عندي الولاد مش بيحبوا بصراحة الزبيب. تقدروا تحطوا مكسرات. اختيارات التقديم كتيرة جدا، ممكن نحط على الوش قطع فواكه، ممكن نحط فراولة او قطع مكعبات مانجا زي ما انتوا عايزين، ممكن نحطوا كراميل، بس انا عن نفسي بفضله سادة كده من غير اي حاجة. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم لايك عليه، واللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يجيله اشعار بكل جديد بقدمه.
بألف هنا وشفا، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية كتيرة ووصفات تانية كتيرة مع قناة أميرة الطبخ أسماء محروس. باي باي.